بصوا يا جماعه، انا هقول لكم ليه لازم تيجوا تدرسوا في فرنسا. اول حاجه الشهاده بتاعتها معروفه في العالم كله بسهوله، ممكن تشتغل اي بلد في اوروبا، في امريكا او حتى في مصر، فده بالنسبه لواحد يجي يدرس هنا حاجه حلوه. تاني حاجه احنا عندنا حاجه اسمه الالترنانس اللي هو يخليك تيجي تشتغل وتدرس مع بعض، يعني نص مدرسه ونص شغل. وده ميزه كبيره قوي في فرنسا، مش موجوده اصلا في كل بلد في اوروبا، وهي اصلا مش موجوده في مصر، فده حاجه حلوه. تاني تالت حاجه، لما تيجي جاي من مصر تعلم فرنساوي اسرع، عشان كله بيكلم فرنساوي. يعني احنا هنا فرنساويين كسلانين قوي، ما بيحبوش يتعلموا لغات تانية، فاحنا بالنسبه لنا فرنساوي بس. في ناس بيكلموا انجليزي والكلام ده، بس مش كتير قوي زي في مصر مثلا. بعدين في الدراسه ممكن عادي تفتح شركه وانت اصلا بتدرس. ده اللي حصل معايا لما كنت طالب، كنت في المدرسه وكان عندي شركه جنب الدراسه، وكنت عادي يعني بعمل فلوس من الشغل بتاع الشركه بتاعتي، كنت بروح المدرسه عادي. فده ميزه حلوه برضو، بيساعدوك ان انت تقدر تعمل المشروع بتاعك وانت بتدرس. بعد كده الميزه اللي انت تاخد شهادتك تشتغل، فالمرتب بيبقى معظم الوقت متوسط، مش هقول لك عالي ولا اقول لك رخيص، بس ممكن يخليك تعيش مستريح لو انت عايش لوحدك. بس بعد كده لو انت عايش مع عيله واسره وعيال، لا بصراحه مرتب مش عالي قوي، فهتحتاج تعمل حاجه تانية عشان تجيب فلوس أكتر. بعدين لازم تعرفوا المدارس هنا الخاصه غاليه قوي، يعني اقل حاجه ممكن 8000 اورو، 10000 اورو، ويطلع بقى لغايه 20 وحاجه و20. بس المشكله لو انت معكش شركه تاخدك في السيستم بتاع الالترناس، فهتضطر تدفع الفلوس دي عشان تعرف تدرس، وده المبلغ اللي انت تدفعه كل سنه. فتخيل بقى لو عملت 5 سنين عشان تاخد الشهاده، مبالغ كتير قوي. وحاجه تانية لازم تعرفها، كل الدراسه هنا بالفرنساوي، فبالنسبه لواحد الليفل بتاعه الفرنساوي ما هوش عالي، فلا مش هقول لك تيجي دلوقتي، بس هقول لك الاول تتعلم فرنساوي ويبقى عندك نيفو سي 1 او سي 2، وبعد كده تقدر تيجي فرنسا براحتك وتدرس، ومفيش اي حد هيتكلم معاك يعني في النقطه دي. بس كده. لو عايز تعرف حاجه تانية على فرنسا، ما تنساش ما تعملش لايك، ما تعملش فولو. سالو.